في مسألة الإطعام هنا، هل يجوز أن يخرج الإطعام في أول رمضان أو لابد أن يكون في آخره أو كل يوم بحسبه؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنه يجوز إخراج الإطعام عن الشهر كاملا أول رمضان، كما يجوز تأخيره إلى آخر الشهر، وهذا هو مذهب الحنفية. قالوا لأن صيام شهر رمضان عبادة واحدة وهو كاليوم الواحد، فيجوز تقديم فدية الإطعام في أوله. وذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا يجوز الإطعام عن الشهر كاملا في أول شهر رمضان، بل إما أن يطعم عنه عن كل يوم بيومه أو يؤخر الإطعام إلى آخر شهر رمضان، وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة. أما المالكية فهم لا يرون أصلا الإطعام في هذه الحال. واستدل أصحاب هذا القول قالوا إن صيام كل يوم عبادة مستقلة عما قبلها وما بعدها، وسبب وجوب الفدية الإفطار في نهار رمضان، فلا يجوز تقديم الفدية على سبب وجوبها وهو اليوم، كما لا يصح تقديم الزكاة قبل سبب وجوبها وهو ملك النصاب، أو تقديم كفارة الظهار على المظاهرة. وهذا القول والله أعلم هو الأقرب، والله تعالى أعلم وأحكم، وهو أنه لا يجوز تقديم الأطعام إلى أول رمضان، إنما يطعم عن كل يوم بيومه أو يؤخر الإطعام إلى آخر شهر رمضان.